مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية. أهلا بيكم مستمعين راديو مصر على الهواء. النهاردة معانا حلقة جديدة من برنامجنا اسمع مني مع نرمين جمعة. فكرة برنامجنا عن تنمية العقل وحب الذات. لو عرفت ازاي تحب نفسك هتحب كل شيء حواليك. خليكم معانا، مستنية تواصلكم معايا على كل منصات التواصل الاجتماعي @EasyOnAir. حلقتنا النهاردة بعنوان اختياراتك. ازاي تختار الناس اللي حواليك، اللي جنبك، اللي معاك. المواقف هي اللي هتحدد لك مين هيفضل جنبك ومين هيمشي. ودلوقتي فاصل صغير نسمع فيها أغنية اختياراتي للفنان أحمد سعد، ورجعنا لكم مرة تانية وبرنامج اسمع مني مع نرمين جمعة. أهم حاجة في اختياراتك إنك تختار الشخص الحنين اللي قلبه لين، الشخص اللي تعرف تعاشره، تعرف تصالحه، تعرف تلومه، تعرف لما تزعل ياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويقولك ما تقلقش هتعدي. الشخص ده لازم تحطه في عينيك. قليل قوي في الدنيا، وابعد كل البعد عن الشخص القاسي. اصل الدنيا اصلا قاسية بما فيه الكفاية. مش محتاجة ابدا نضيف لحياتنا حد يقسى علينا. خلي بالك، الحنية هي أجمل شيء في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الحنية الشيء الوحيد اللي لا هتعرف تشتريه ولا تبيعه. خليكم معانا. المواقف اللي هتخلي أشخاص معينة تمشي من حياتك أو تستنى معاك لازم تتعلم منها. اوعى تقع في نفس الفخ مرتين. خلاص، هي من أول مرة عرفت إن التصرف ده بيأذيك. ابعد كل البعد. دور على البني آدم اللي شبهك، ما تدورش على حد تعالجه عشان يبقى كويس معاك. دور على اللي شبهك، ويا ريت انت كمان تتمتع بصفة الحنية. مستنية تواصلكم معايا على كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، تويتر، تيك توك، على EasyOnAir. كنتم مع نرمين جمعة.